السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفة جديدة. جبت لكم اليوم الكيكة ديال الخلاط السريعة بدون طراب كهربائي وكتوجد في رمشة عين. الكيكة اليومية لذيذة، ضروري تجربوها. وما تنساوش الى اول مره كتشوفوا القناه ديالي ديروا متابعه. دوزوا المقادير، بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير هنا كما كتشوفوا غنحتاج 4 ديال البيضات اللي كيكون الحجم ديالهم كبير، مع كاس ونص ديال الزيت وكاس ديال الحليب، كاس ونص ديال السكر سنيده، مع 2 اكياس ديال الفاني و3 الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاج 4 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. بالنسبه للطريقه جد سهله كما كتشوفوا، غير في الخلاط يعني الميكسر اللي كيطحن لكم هكذا العصير هو باش غادي نديروا هذه الكيكه هذه اللي كتخرج لينا ناجحه وبشهاده الجميع وغادي تعجبكم انا متاكده. كما كتشوفوا انا كندير البيض هو الاول، يعني اللي كيكون بدرجه حراره ديال المطبخ. وكما قلت لكم ايضا خاصو يكون ضروري يكون شويه كبير. الا كان عندكم البيض صغيور يعني صغير الحجم ديالو ديروا 5 ديال البيضات. صافي كنضيف ليه كاس ونصف ديال السكر سنيده على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف ايضا واحد المعلقه صغيره، يعني راس معلقه كذا ديال الملحه ولا قبيصه ديال الملحه. وغادي نطحن البيض والسكر مزيان مزيان على هذا الشكل هذا. ضروري خاص يطحن حتى كيولي لنا داك اللون ابيض هكذا. وغادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال الخل. سمحوا لي ما ذكرتهاش في الاول مع المقادير، ولكن راني ذكرتها لكم دابا. معلقه هاد الخل هذا كيخلي لنا الكيكه يعني كتكون هشيشه بزاف. صافي وغادي نضيف ايضا كاس، كما كتشوفوا الكاس ديال العنبه راه كيكون عامر ديال الزيت ونص على هاد الشكل هذا. كما قلت لكم الا عندكم الميزان راه القياس ديال السكر والزيت هو 200 غرام، يعني بجوجهم يعني القياس ديالهم 200 غرام 200 غرام. صافي وغادي نضيف لهاد البيض غادي نضيف ليه 2 ديال الاكياس ديال الفاني، يعني كتنسموا بالفاني. ممكن انكم تنسموا بالقشور ديال الحامض، راه كيجي الريحه ديال الحامض كتجي فيه زوينه، انا غير ما عنديش. صافي كنكتفي هكذا غير بالفاني. وكنطرب عاوتاني كنطلق الخلاط، كنطرب هاد المكونات مزيان. فاش كيطربوا مزيان كيبان لنا القوام ديال الخليط بحال ثقيل. وكنضيف ليه كاس ديال الحليب ما يعادل 160 مليلتر. صافي وكنطحنوا طحنه خفيفه وكيكون الخليط ديالي واجد. غادي ناخذو غادي نديرو في واحد البول على هذا الشكل هذا، اولا الاناء اللي غادي تخلطوا فيه مع الدقيق. ومن بعد غادي نضيف الدقيق، ولكن ضروري خاصني نغربلو هو الاول، يعني ما غاديش نديرو هكذا وهو ما مغربلش. كما قلت لكم انا دائما كنغربل الدقيق كنوجدو على اتساع، ولكن دائما في الكيكات ما كنغربلوش من قبل، يعني كنخليه كنغربلو دائما فوق الخليط هكذا، يعني السوائل ديالنا باش كيخرج لنا ديك الكيكات كتخرج خفيفه بزاف. صافي غادي نغربل هكذا غير الكميه الاولى، يعني كنقسمو غير على 2. ما كيحتاجش انني نخدم بشويه ما نطيح البيض اولا نطيح داك الهواء اللي جمعت، لا كنطرب عادي. كندخل داك الدقيق مزيان مزيان على هاد الطريقه هذه. ما كنحتاجش انني يعني نكون بزاف حذره كما الخدمه ديال الجينواز او لا هذه عاديه كما قلت لكم الكيكه العاديه اللي كنوجدوا ديما في الدار وكتولي لكم ناجحه. غير تبعوا معايا الاسرار اللي غادي نقدم لكم. والا كنتو كما قلت لكم اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات اللي كنقدم. وراه كنقدم دائما وصفات اللي هي اقتصاديه وسهله وكنديروهم دائما في الدار وما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، يعني كنقول لكم جميع الاسرار باش تنجح معكم الوصفه اكيد. صافي هنايا من بعد ما درت الكميه الثانيه ديال الدقيق غادي نضيف 3 ديال الخمارات ديال الحلوى من الفئه ديال 7 غرام. كنغربلهم هكذا يعني الكميه الاخرى. صافي وكنخلط مره ثانيه بنفس الطريقه غير بالطراب اليدوي حتى كندمجوا لنا العناصر كاملين وكنحصلوا على واحد القوام كيكون شويه بحال الا ثقيل، هو ما ثقيلش بزاف وماشي خفيف بزاف.
كما قلت لكم، انا هاد المقادير اللي عطيت لكم راه العبار بالضبط، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا باش كيخرج لكم القوام بحال هكذا. شفتوا ليا القوام كيفاش كيجي، ولكن ما تخافوش، راه الكيكه راه كتجي رائعه جدا. من بعد في الاخير ديال الفيديو غنقطعها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شفتوا ليا القوام كيفاش كيكون على هاد الشكل. صافي غادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه الكيكه. واحد القضيه اللي غادي نقولها لكم، انا هاد المول هذا راه كبرت به، يعني الام ديالي الله يخليها ليا كانت ديما كتخدم لنا بهاد المول هذا. سبحان الله العظيم، الكيكه اليوميه، يعني خليونا من دوك الزواقات بزاف ديال اللي خرجوا دابا ديال لي مول، ولكن هاد المول هذا راه ما يمكنش انه ما يطلعش لك الكيكه. سبحان الله، يعني وكتجي فيه واحد الكيكه زوينه بزاف وديال تحميره الوجه، يعني كتكون واقفه. كما قلت لكم خليونا من دوك الزواقات دابا اللي خرجوا، زوينين بزاف ديال هكذا ديال الحطات، ولكن هذا راه كيجيب الكيكه ناضيه. صافي غنخلط، عفوا غادي نكب الخليط ديالي في المول من بعد ما دهنته بالزبده ورشيته هكذا بالدقيق. وفي هذا الاثناء كنسخن الفران كيكون سخون، سواء فرن غازي اولا كهربائي. على هكذا فرن كهربائي 180 درجه كنقص ليه ونخلي الكيكه طيب على خاطرها. بالنسبه للفرن غازي حتى هو كنقص ليه مزيان مزيان، كتكون العافيه من التحت، يعني ما كتجيش العافيه من الفوق ديال الكيكه. وكنخليها حتى كنشم الريحه ديالها عاد باش كنحل عليها. وكنجرب هكا غير بواحد العود خشبي، يعني العود هكذا اولا كيردون اولا موس، كندخلو كيخرج لنا ناشف، يعني الكيكه راه كتكون صافي مزيانه. صافي كنخرجها كنحطها هكذا. من الاحسن انكم ديروها غير فوق الفران وهي كتباقي كتكون شاده ديك السخونيه باش كتبقى لكم في نفس الشكل ديالها. كما شفتوا معايا هنا، انا درت شويه ديال الكاجو مع شويه ديال الكركاع، هو اللي عندي. وكنتسنى ولدي باش يجيب ليا دا بيبي دو شوكولا غادي نزيدو من الفوق. صافي هادو، وما كنديرهمش في الدقيق ما حتى شي حاجه، كيبقاو لنا هكا الشكل ديالهم من الفوق، يعني راه ما كينزلوش للداخل. صافي ومن بعد انا نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي في الاخير. شوفوا ليا الكيكه من بعد ما خرجتها، انا هنا راه باقي ما خليتها تقريبا واحد نص ساعه د المكانه حتى بردات، عاد كنديمو ليها من المول. صافي وكنقلبها هكذا في واحد الاناء اولا الطبق اللي غادي نقدم فيه الكيكه على هذا الشكل هذا. راه كديمولا بكل سهوله. النصيحه الاخرى اللي غادي نعطي لكم، ما عمركم ما تدهنوا المول هكا اللي كتقدموا فيه الكيكه ولا كديروا فيه الكيكه، يعني فاش كطيبوا الكيكه ما دهنوهش بالزيت. من الاحسن دهنوا دائما الليمون ديالكم بالزبده. شوفوا ليا الخفه ديالها كيفاش كتجي رائعه جدا. بالنسبه كما قلت لكم داك الكركاع بيبي دو شوكولا وداك الكاجو ما كينزلوش لنا لداخل ديال الكيكه، كيبقاو دائما الفوق، حيت القوام ديال الكيكه ما كيخليش، يعني ما كيكونش الكيكه جاريه، حيت ملي كتكون الكيكه جاريه هي اللي كتخلي دوك المكسرات كيبقاو داخلين لداخل. نتوما ممكن ديروا اي نوع ديال المكسرات كيعجبكم. هنا كما كتشوفوا راه قطعتها معكم، شوفوا ليا الشكل ديالها، شوفوا ليا المنظر، كتجي كلها مثقبه من الداخل. تصدقوا انه زعما راه خدمتوها بالطراب الكهربائي وخدمتو البيض وهذا، مع انه حنا راه ما درناش كاع شي حاجه من هذا الشيء. كتجي خفيفه ديال تحميره الوجه. كنتمنى انكم تجربوها وتشاركوا لي الراي ديالكم في التعاليق. ولا بغيتو الكيكه ديال الشكلاط نقدمها لكم مره اخرى، علاش لا. وكنقول لكم تهلاو ليا فراسكم الى فيديو جديد وصفه جديده. السلام عليكم.